بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون أخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم. بعد أن بادروا أخوتنا من عشيرة عتاب بالموافقة على هدنة خلال أيام عيد الفطر المبارك، وبأمل أن نستطيع نحن الشيخ خضير عسوري آل عبيد بالإمساك بالجاني وتسليمه إلى العدالة، ورغم كل الجهود المبذولة لذلك فلم نستطع العثور عليه أو الوصول إليه وتسليمه إلى الجهات المختصة. وبالمقابل قمنا بتسليم ولدنا حليم خضير عسوري الذي قد أدرج اسمه في دعوة كيدية من قبل عشيرة عتاب، وهم يعلمون علم اليقين إن الشيخ وأهل بيته وأخوته خصوصا هم وجدوا لدرء الفتن والباطل وليس لإقدامهم على مثل هذه الجريمة النكراء. وبعد كل ذلك لم يبقى لنا سوى أن نعتذر عن تلبية طلب إخوتنا في عشيرة عتاب، ونقول لهم نحن على استعداد كامل للمساعدة بأي طريقة لتحقيق العدالة والوصول للجاني وحقن دماء القبيلتين، كما نحن على أتم الاستعداد لتقديم ما يرضي عشيرة عتاب غير الذي عجزنا عنه والذي أحرى بالأجهزة الأمنية أن تتكفله، كما قمنا بوساطة شيوخ بني ركاب وأمير ربيعة لتقديم ورقة براءة من الجنات إن كان ذلك يرضي عشيرة عتاب. وخلاف ذلك لا يسعنا إلا أن نقول حكموا عقولكم وتبصروا عواقب الأمور، حكموا عقولكم وتبصروا عواقب الأمور، وليعلم إن من يفتي بفتنة القتل فقد سل سيف البغي، ومن سل سيف البغي قتل به، كما قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله ولي التوفيق. مسؤول إعلام قبيلة آل حاتم.